اتخرجت انت ومش لاقي شغل، ها؟ طيب هل عندك اي مهارة او اي حاجة بتعرف تعملها؟ لو عندك بقى تعال اقولك تستغلها ازاي. انا مريم وده أوفرند. احنا بدأنا سنة جديدة، كل سنة وانتم طيبين. وكل سنة بعمل حاجة كده مش عارفة أنا بس اللي بعملها ولا لأ، وهو إني بقعد قعدة صفا مع نفسي واكتب كل أهداف السنة الجديدة. هو الحمد لله أنا معايا أهداف من 2020، بس إن شاء الله السنة دي غير كل سنة. وواحد من الأهداف دي هو إني أوفر مصدر دخل لنفسي أتدلع بيه. وبما إننا في عصر السرعة وتايهين وسط الجنزي والجماعة دول، فحتى الشغل بقى شكله مختلف وبقى ممكن نعمله من البيت عادي. فأنا قمت بعملية بحث عميقة جدا وجبت لك أهم الخدمات والمجالات المطلوبة جدا دلوقتي عشان تشوف إيه المناسب منهم وتعمله. وأول حاجة هتكلم عليها هي الفريلانس، وهو ببساطة بيتكون من الخدمات اللي أنت بتقدر تقدمها. يعني إيه؟ يعني أي حاجة أنت بتعرف تعملها تساعد بيها حد، في المقابل هتاخد عليها فلوس. والخدمات دي جواها حاجات كتيرة جدا زي الجرافيك ديزاين والفيديوز والصوت وحاجات تانية كتير. خلينا بقى نمسك واحدة واحدة ونشوف جواها ايه. أول حاجة وهي الجرافيك ديزاين، ومن أكتر الحاجات المهمة والمطلوبة فيه هي تصميم اللوجوز. أي لوجو لشركة أو براند أو مطعم، أي حاجة تقدر تعمل لها لوجو، بس مش وخلاص، لا، لازم من خلال اللوجو ده توصل هوية المشروع نفسه. وكمان في تصميم البوست اللي بنشوفها على السوشيال ميديا. وفي حاجة كمان مطلوبة جوه الجرافيك ديزاين وهي تصميم الثامبنيل، وهو الصور المصغرة اللي بنشوفها على الفيديوهات زي اليوتيوب مثلا. وفي حاجات تانية زي الديجيتال آرت والمطبوعات وكمان الستوك فوتو. كده يبقى احنا خلصنا الصور خالص. نخش بقى على الفيديوز، وأهم حاجة مطلوبة في الفيديوز هي المونتاج، وخاصة الريلز، لأن دي مطلوبة جدا جدا دلوقتي. نيجي بقى للموشن جرافيك. هو عبارة عن إيه؟ أنا لو عايزة أوصل فكرة أو رسالة معينة، فيديو تعليمي، إعلان، أي حاجة، هقدر أوصلها عن طريق فيديو صغير فيه صور متحركة. وفي منه نوعين، 2D أو 3D. وبمناسبة ال 3D إحنا كمان ممكن نستخدمه في ال CGI. والسي جي اي ده اختصار ل Computer Generated Imagery، وهو عبارة عن دمج الفيديوهات الواقعية مع مجسمات 3D. والفيديوز جواها حاجات تانية كتير زي مثلا الكالر كوريكشن، ودي بتستخدم أكتر حاجة في مجال صناعة الأفلام أو المحتوى أو أي حد بيعمل فيديوز بشكل عام، علشان في الآخر تستلم الفيديو بتاعك بشكل احترافي. بعدها بيجي الستوب موشن، بمعنى إني باخد مجموعة صور ثابتة ولما بحطها على بعض بيطلع لي فيديو كامل، زي مسلسل كنا كلنا بنحبه واحنا صغيرين اللي هو شون ذا شيب. اخر حاجه هي فيديوهات الوايت بورد، ودي بتستخدم اكتر في المحتوى التعليمي، اي حد عايز يوصل معلومه او رساله معينه. خلصنا الفيديوهات، نخش على الخدمات اللي ليها علاقه بالصوت، واهم واحده فيها هي الفويس اوفر. والفويس اوفر بيدخل في حاجات كتير جدا زي الاعلانات مثلا، وخصوصا اعلانات الوايت بورد والموشن جرافيك، وغير الاعلانات في الاي في ار او خدمات الرد الآلي، والدوبلاج برضو بيندرج تحت الفويس اوفر. وبعد كل ده هتحتاج اوديو اديتنج، ببساطه ان حد ياخد منك الصوت ويظبطه لك عشان تستلمه زي الفل. في شويه حاجات كده انا معرفتش احطهم تحت مسمى ايه الحقيقه، زي مثلا الكتابه والترجمه وكمان البرمجه، واللي مطلوبه جدا جدا دلوقتي سواء بكودينج او من غير كودينج. وكمان اليو اي يو اكس. يعني ايه يو اي؟ يعني يوزر انترفيس، ويو اكس يعني يوزر اكسبيرينس، وهو تصميم واجهه الابلكيشن. بس مش بصممها كده وخلاص، لا، هنا بيجي دور اليوزر اكسبيرينس، وهو ان انا بقدر اصمم ابلكيشن يكون مناسب للفئه اللي انا بستهدفها. وفي حاجه تانية زي الاستشارات، استشارات طبيه، قانونيه، كورسات، تعليم، اي حاجه انت بتعرف تعملها هتلاقي حد عايز يستشيرك فيها، وهنا تقدر تقدم الخدمه دي. وحاجه كمان مهمه جدا زي الاس اي او، وهي اختصار لكلمة Search Engine Optimization. يعني ايه؟ يعني مثلا لو في فيديو زي اللي انتوا بتشوفوه دلوقتي موجود على يوتيوب، وفي فيديوهات تانية كتير بتتكلم عن نفس الموضوع، لو انت داخل تعمل عليه سيرش، أي فيهم اللي هيظهر لك الأول؟ هنا بيجي واحد من أدوار ال SEO، مثلا يقدر يستخدم كلمات معينة أنا أحطها في الفيديو، فأنت لما تدور عليها الفيديو يظهر لك. خلصنا من الفريلانسنج، دلوقتي هنخش على الحاجة اللي بعديها وهي التجارة الإلكترونية. التجارة الإلكترونية بتتقسم ل3 حاجات. أول حاجة وهي التجارة العادية، أنا معايا منتج وعايزة أبيعه، وممكن أبيعه بطريقتين، ممكن أبيعه في الستور بتاعي أو في مكان تاني زي نون أو أمازون، وفي غيرهم كتير. تاني حاجة وهي الدروب شيبينج، ودلوقتي بقت مشهورة جدا جدا وناس كتير تسمع عنها. طيب هي عبارة عن إيه؟ دلوقتي حضرتك هتكون الوسيط، بمعنى في مورد عنده منتج معين، أنت هتعمل إيه؟ هتاخد صورة المنتج ده وتعرضه عندك،
وهتزود على سعره. طيب لما يجي عميل يعمل ايه؟ هيطلبه منك، والمورد هيكون دوره ان هو يشحنه له. وتقدر تبيع المنتج ده بطريقتين. اول طريقه ممكن يكون في الستور الخاص بيك انت او على اي ماركت بليس زي ايباي. تالت حاجه هي امازون FBA، بمعنى ان امازون هتسمح لك انك تاخد مساحه من مخازنها عشان تخزن فيها المنتجات بتاعتك، ولما عميل يجي يطلبها منك امازون هيكون دورها ان هي تجهز الاوردر ده وتشحنه للعميل. النقطه اللي بعدها وهي صناعه المحتوى. صناعه المحتوى بتتقسم ل3 حاجات، سواء فيديو او صوت او كتابه. لو فيديو هو عباره عن اي محتوى انت بتقدمه، تعليمي، كوميدي، ايا كان، وممكن يكون موجود على يوتيوب او تيك توك او انستجرام. لو صوت هيبقى مثلا زي البودكاست، او كتابه ممكن تكتب مقالات او تدوين. النقطه اللي بعدها هي التسويق بالعموله، والمعروفه بالافلييت ماركتنج. بمعنى دلوقتي لو انت بتسوق لمنتج او خدمه معينه ويجي العميل يقدر يطلبها من خلال اللينك بتاعك، ساعتها انت هتاخد عموله. التداول ده عباره عن يا اما مثلا عملات رقميه او اسهم في شركات، وانت بتشتريها وبتشوف بقى انت وحظ انهي هيطلع انهي هينزل. بس لازم تفرق ما بينه وما بين حاجه مهمه قوي اسمها باينري اوبشن. الباينري اوبشن عباره عن انك بتخش على ابلكيشن وبيبقى فيه صفقه، بيقولك انه في خلال فتره محدده السهم اللي انت هتختاره ده يا اما هيطلع يا اما هينزل. بس لازم تاخد بالك ان الموضوع ده نصب، ومفيش حاجه هتفضل تدوس عليها بزرار كده تقوم تجيب لك فلوس. بس خلي بالك من نقطه مهمه قوي، انك قبل ما تدخل في مجال التداول ده لازم تكون درسه كويس قوي وفاهم السوق وعارف انهي سهم هيطلع وانهي سهم هينزل عشان تطلع من الموضوع باقل خسائر. الطباعه حسب الطلب، ودي النقطه اللي بعدها. مجال الطباعه مجال واسع قوي، انت ممكن تطبع وتعمل اي حاجه. ممكن تعمل هديه لحد، تي شيرت، مج، كتاب، ايا كان. ودلوقتي لو انت هتعمل تصميم الحاجات دي وعايز تبيعها، تقدر تبيعها في اماكن كتير جدا زي مثلا ميرش باي امازون او ريد بابل او تي سبرينج. نخش على اللي بعده، المنتجات الرقميه. ولو مش عارف يعني ايه منتجات رقميه، هي اي منتجات مش ملموسه، وفي منها كتير جدا زي مثلا الموك اب او التمبلت، ودي اللي بتقدر تخلي العميل يقدر يشوف الديزاين او المنتج بتاعه على ارض الواقع هيبقى شكله عامل ازاي. وفي حاجات تانية زي الفونت او الساوند افكتس، وفي حاجات تانية غيرهم كتير جدا. امازون KDP، وKDP هي اختصار لكندل دايركت ببلشنج. يعني ايه؟ دلوقتي امازون عندها جهاز وهو الكندل اللي بتقدر تقرا من عليه الكتب، فانت لو عندك كتاب تقدر تبيعه على امازون KDP، وتقدر تبيعه بطريقتين، يا اما بطريقه ورقيه مطبوعه وساعتها امازون هي اللي هتكون مسؤوله عن الطباعه، يا اما هتبيعه بطريقه الكترونيه وهيبقى موجود على جهاز الكندل ده. النقطه اللي بعدها وهي UGC، اختصار ليوزر جنريتد كونتنت، وهي ببساطه ان بدل ما الشركه تعمل لنفسها الاعلان، لا هي بتجيب المستخدمين هم اللي يعملوا الاعلان ده، يعني علشان يتوفر بقدر أكبر من المصداقية. الدروب سيرفيس، وهي شبه الدروب شيبينج شوية، بس بدل ما بقدم منتج لا أنا بقدم خدمة. وبتبقى عبارة عن إيه؟ دلوقتي مثلا لو حد جه طلب مني لوجو وأنا ما بعرفش أعمله، ببساطة هجيب حد يعمل لي اللوجو ده ويبعتهولي، وانا اللي هبعته للعميل، وكده كده هو هياخد نسبته وانا هاخد نسبتي. فري سكان، ومعناها ببساطه انك بتجيب اي سورس كود لاي ابلكيشن وتقدر تزود عليه الكود بتاع الاعلانات بتاعتك، وبالتالي اي مستخدم هيحمل الابلكيشن ده هتظهر له الاعلانات بتاعتك. الدومين فليبنج، ومعناها ببساطه هو بيع المواقع، وكلمه دومين لو انت مش عارف معناها هو اسم الموقع نفسه. يعني انت تقدر تشتري اي لينك لموقع معين وتستثمر فيه وتبيعه بعد كده بسعر اعلى. بس في حاجة مهمة، كل ما اللينك بتاع الموقع ده يكون أقصر وسهل الحفظ وليه معنى، كل ما هتقدر تبيعه بسعر أغلى. SaaS، وهي اختصار لكلمة Software as a Service. معناها إيه؟ في حاجات كتير جدا زي نتفليكس أو سبوتيفاي بتقدم لك خدمة، بس أنت مش بتاخد الخدمة دي ببلاش، لا أنت بتدفع اشتراك عشان تقدر تستمتع بيها. وهو نفس الموضوع، إن أنت تدفع اشتراك عشان تقدر تاخد أي خدمة من الخدمات دي. آخر حاجة حابة أقولها لك إن هو مش زرار هتدوس عليه السما هتمطر فلوس، لا الشغل على الانترنت شغل، وشغل حقيقي. وعلشان تقدر تشتغل وتكسب بجد لازم تركز على حاجة معينة، ما تشتتش نفسك. بجد الموضوع واسع جدا، بس عشان تقدر تكسب لازم تشوف أكتر حاجة مناسبة ليك وتبدأ تتعلم وتشتغل عليها عشان تبدأ تحقق مكسب حقيقي. وبس تقدروا تعملوا لنا لايك وشير وسبسكرايب، وما تنسوش تكتبوا لنا في الكومنتس عايزين نتكلم عن ايه الحلقات اللي جاية. سلام. اللي على الباب يلا يا عمي. ممكن يكون موجود على، طيب لو صوت تيك 11 يعني ايه يا بطبط؟ همسكها اضربها، انك بتشوف، لا ايه ده؟
بتشوف ايه يعني؟